السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل، أخبار عاجلة. شعبة الأجهزة الكهربائية زيادة تصل إلى 25% بالأسعار بسبب أزمة البحر بعد إطلاق 8 معلومات عن القمر الصناعي المصري. واشنطن ارتكبت خطأ، إيران تعلق على الهجمات الأمريكية. بسعر 27 جنيه التموين، صرف سكر إضافي على بطاقات التموين. ارتفاع الحرارة واستمرار الأمطار لأرصاد موعد تحسن الطقس. وإليكم التفاصيل. شعبة الأجهزة الكهربائية زيادة تصل ل 25% بالأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر. قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية إن أزمة استهداف السفن التجارية المارة من باب المندب وتوترات البحر الأحمر الحالية تسببت في زيادة الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%. وأضاف وافي أبو سمرة في بيان له أن الأزمة تسببت في زيادة أسعار الشحن العالمية، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بشكل عام وليس الأجهزة الكهربائية فقط، مشيرا إلى أن الارتفاعات في الأسعار الناجمة عن الأزمة لم تطل مصر فقط بل جميع دول العالم. وشهدت منطقة باب المندب في البحر الأحمر استهداف جماعة الحوثي عددا من السفن المارة خلال الفترة الأخيرة، مرجع ذلك إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات عسكرية لعدة مواقع تابعة للجماعة في اليمن. وذكر أبو سمرة أن التجار الأجهزة الكهربائية يلجؤون حاليا لزيادة أسعار السلع المتوفرة لديهم حتى وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من الحالية، وذلك ليتمكنوا من الحفاظ على رأس المال واستيراد الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية. وأشار إلى تقلبات سعر صرف الدولار من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى حالة عدم الاستقرار، متوقعا في الوقت ذاته حدوث حالة من الاستقرار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة بشرط توافر البضائع. وتابع أبو سمرة أن هناك نقصا في توافر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، وهو ما يجعل المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار، موضحا أن الثلاجات هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصا في السوق خلال الفترة الحالية. وقال إن متوسط سعر بيع الثلاجات حاليا في الأسواق يصل إلى نحو 30,000 جنيه، وهناك أنواع أخرى تباع ب 12,000 جنيه. وأضاف أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بمصر سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أسعار الأجهزة الكهربائية بالانخفاض. ونتابع. بسعر 27 جنيها التموين، صرف سكر إضافي على بطاقات التموين. أعلنت وزارة التموين استمرار مخازن الشركة القابضة للصناعة الغذائية في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري من منافذ الصرف بدءا من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه. وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة 4 أفراد فأكثر، و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل، وبسعر 27 جنيها للكيلو. وأن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميا كل الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية، ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وباقي السلع الأخرى. وأوضح أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيا، بالإضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم ليستطيع المواطن صرف أي سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفا، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى في معظمه 6 أشهر. ونتابع.
واشنطن ارتكبت خطأ إيران تعلق على الهجمات الأمريكية التي طالت سوريا والعراق. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجيا بتوجيهها ضربات في سوريا والعراق، وإن هذه الخطوة لن تجلب إلا المزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة. ونقل تلفزيون بارس تيفي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله: الضربات الأمريكية في العراق وسوريا لن تؤدي إلا لزعزعة الاستقرار الإقليمي ولا تخدم سوى مصالح النظام الإسرائيلي. وأضاف أن بلاده تدين بشدة هذه الضربات التي شهدها العراق وسوريا، والتي تنتهك سيادة البلدين وسلامة أراضيهما. علقت الحكومة العراقية صباح السبت على الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية مساء الجمعة. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر سلمان إن الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق. وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية على موقع إكس: الضربات الأمريكية الجمعة لم يتم تنسيقها مع الحكومة العراقية، كما أن الجانب الأمريكي عمد على التدليس وتزييف الحقائق عبر الإعلان عن تنسيق مسبق لارتكاب هذا العدوان. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية ما تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التنسيق معنا وادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقا لجميع السنن والشرائع الدولية. وتابع المتحدث باسم الحكومة العراقية 16 شهيدا بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا جراء العدوان الأمريكي السافر على سيادة العراق، بعد أن تعرضت مواقع قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة إلى قصف من طائرات أمريكية عدة. وتابع المتحدث باسم الحكومة وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية الضربة العدوانية الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهوية وتتعارض مع جهود ترسيخ الاستقرار، كما أن التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الأمن في العراق ومبررا لإقحامه في الصراعات الإقليمية. ونجدد رفضنا أن تكون أراضي البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك. ونتابع توقعات بتساقط ثلوج على سانت كاترين. تفاصيل حالة الطقس بجنوب سيناء. يسود محافظة جنوب سيناء طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في مدينة سانت كاترين، وتوقعات بتساقط ثلوج على قمم الجبال. وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام في البيان أن حالة الطقس مستقرة نهارا على كافة أنحاء مدن المحافظة، وسطوع الشمس ساعد على تدفئة الطقس. وعند نشاط الرياح التي تظهر على المناطق الساحلية على فترات متقطعة بسرعة لم تتجاوز 28 كيلومتر في الساعة تعطي إحساسا بالبرودة. وأوضح البيان أن حالة الملاحة البحرية بخليجي العقبة والسويس مستقرة، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، واستقرار حالة البحر ساعد السائحين على الاستمتاع بالرياضيات البحرية. والرياح بالبحر معتدلة واتجاهها شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بهما ما بين 1 حتى 1.5 متر. وأكد أن الأجواء مستقرة بمدينة سانت كاترين والشمس سطاع عليها، ويجري التواصل مع غرفة العمليات الفرعية بالمدينة وعلى مدار 24 ساعة للوقوف على مجريات الأمور أولا بأول على مدار 24 ساعة، مع الاستمرار في رفع حالة الطوارئ القصوى، خاصة أنه يوجد توقعات بتكون الثلوج على قمم الجبال، خاصة أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى تحت الصفر في منتصف الليل. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، ويوجد فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر. ارتفاع الحرارة واستمرار الأمطار. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس. أعلنت
قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إنه بداية من الأحد تبدأ حالة من الاستقرار التدريجي في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تكون الشمس أكثر سطوعا مع تراجع حدة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري. وأضاف القياتي أن الطقس سيكون بارد خلال فترة النهار وشديد البرودة ليلا، لافتاً إلى أنه بداية من الاثنين المقبل تبدأ مصادر الكتل الهوائية في التغيير، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل 21 درجة على القاهرة و26 على المناطق الجنوبية. وتابع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها ستكون قليلة خلال الأيام الماضية. أشار إلى عودة الشبورة المائية في الصباح الباكر بداية من اليوم الأحد، وتكون هذه الشبورة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق القريبة من المناطق الزراعية، لافتا إلى أن الشبورة أحد الظواهر التي تدل على استقرار حالة الطقس. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر الهامة والعاجلة اليوم الأحد 4 فبراير 2024. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.